في هذا السجن كان سام يتبع خطة غريبة في كل مرة يقدم فيها الطعام. كان يشرب كميات كبيرة من الماء حتى يمتلئ تماماً ولا يستطيع الشرب أكثر، ثم يبدأ بالأكل بسرعة، وعندما يشعر بالغثيان كان يتظاهر بأنه يؤدي تمارين الضغط ليصرف انتباه من حوله عن حالته. وما إن يدخل مأمور السجن لتفقد الكافتيريا حتى يبدأ سام في التظاهر بالتقيؤ أمامه مباشرة. ولكي لا يعرقل النظام المعتاد في السجن كان المأمور يأمر الحراس بسرعة بأخذ سام إلى العيادة، لكن سام كان قد خطط لكل شيء مسبقاً. فعندما تمدد على السرير بدأ يشتكي من ألم في معدته بطريقة عادية حتى لا يثير الشك، فأرسل الطاقم الطبي معه عامل نظافة إلى دورة المياه دون أن يعرفوا أن كل هذا كان فخاً. بمجرد وصولهما إلى الحمام أغلق عامل النظافة الباب بإحكام من الداخل، وسرعان ما فتح سام صندوقاً حديدياً مخفياً خلف المرحاض. أخرج منه أداة كان قد خبأها هناك، وبدأ هو والعامل في الزحف عبر الأنابيب. وعندما خرجا من الجهة الأخرى أعادا الصندوق إلى مكانه تماماً كما كان حتى لا يلاحظ أحد شيئاً. اتجها مباشرة إلى غرفة التخزين، حيث كانا قد أعدا مسبقاً لوحاً خشبياً كبيراً بحجم الإنسان. ثبتا هذا اللوح أسفل شاحنة مخصصة لنقل السجناء واختبأ داخله. كانا يعتقدان أن الهروب أصبح مضموناً، لكن فجأة ظهر حارس لإجراء تفتيش روتيني. فتش الحارس كل مكان لكنه لم يكتشف اللوح المخفي. وعندما توقفت الشاحنة في محطة وقود تسللا منها بسرعة وهربا في سيارة فورد موستانغ كانت قريبة.